بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. مرحبا بالجميع. الوصفة تاع نهار اليوم اللي هي وصفة تونسية، اللي هي نوع من أنواع العصائد. كاين عصيدة سقوقو، عصيدة اللوز، كما هذه عصيدة الكوكوية أو عصيدة الكوكاو أو عصيدة الفول السوداني. طعم تاعها رائع وملمس روعة، والمقادير سهلة وبسيطة. عندنا 200 جرام تاع فول سوداني، نروحو نحمصوه بشكل مليح بهذه الطريقة. لاحظوا معايا كي يتحمص نروحو مباشرة وهو سخون هكذاك نديروه في لاشوار ولا في الضراب اليدوي حتى يولي لنا زبدة بهذه الطريقة. لاحظوا معايا، ضربوا مليح تخرج لنا عجينة الكاوكاو أو عجينة الفول السوداني. هنايا المكونات هي أحد أهم مكونات الوصفة، اللي هي عجينة الكاوكاو مع كأس من حليب الكاوكاو أو الفول السوداني. لاحظوا معايا، وكاين أكيد في القناة كيفية صنع حليب اللوز أو حليب الفول السوداني. هنايا عندنا كمية السكر الصحي نتوما والذوق تاعكم، وملعقة صغيرة من قشور السيليوم. أول حاجة نديرو العجينة في الإناء اللي راح نضربو فيه، ونضيفو كل المكونات، نزيدو لها حليب الكاوكاو مع إضافة السكر. كما قلت لكم في الأول، السكر اختياري، اللي يحب مثلا أنه يدير حتى سكر التمر يقدر يدير سكر التمر لو كارب، أو سكر ستيفيا، إريثريثول، أي نوع من أنواع السكر. نخلطه هنايا مليح بهذا الشكل حتى يمتزج عجينة الكاوكاو مع الحليب بهذه الطريقة. وهنا نقوموا بالتصفية تاعها باه يقعد لنا هذاك الكاوكاو اللي ما ترحاش مليح من الفوق. ومباشرة بعد ما نصفوها بهذا الشكل نروح نديروها فوق النار ونقصوا عليها النار لأدنى حد، ما تكونش النار قوية باه ما تتحرقناش الخليطة تاعنا. حوالي 3 دقائق إلى 4 دقائق. لاحظوا معايا هنايا هذا الخليطة تاعنا، لاحظوا القوام تاعو كيف عامل. مجرد ما ترفت الغلية نضيفوا قشور السيليوم بهذه الطريقة ونخلطوا مليح بسرعة بسرعة ونحوها من فوق النار. هنايا ذوقوا، إذا شفتوها ناقصة حلاوة تقدروا تزيدولها. أنا هنا ما حبيتش نكثر السكر بزاف، درت حوالي 10 جرامات أو 9 جرامات سكر فقط، جات ناقصة حلاوة. ثم الذوق تاعكم هو اللي يحكم. ديروها هنايا أكيد في الأواني الخاصة بذلك. خلوها تبرد حوالي ساعة في الثلاجة عادي. بعد ما تبرد نجبدوها ونزينوها. أنا زينتها بالكاوكاو أو بالفول السوداني. فول سوداني ملون باللون الأخضر عادي، لكن تأكدوا أنكم كي تشروه ما يكونش مضاف ليه السكر. وعندنا كاوكاو عادي مع حبات ثاني من الكاوكاو أو حبات من الفول السوداني. وأكيد دائما طريقة التزيين هي طريقة اختيارية، أبدعوا في طريقة التزيين. نخليكم هنايا مع الطريقة، ونتمنى إن شاء الله الوصفة تاع نهار اليوم تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله تطبقوها. هي وصفة كما قلت في الأول، هي وصفة خوتنا في تونس يستعملوها في المولد النبوي، وجربوها أكيد. هي بنينة بزاف وغير مكلفة ثاني، لأن الفول السوداني السعر تاعو غير مكلف في السوق.
وفي الأخير نتمنى إن شاء الله أن إذا كان عندكم أي تعليق على الوصفة أو الوصفات السابقة نتمنى أنكم تخلوه لي في التعليقات باه نعرف رد فعلكم على كل الوصفات اللي راني نقدم لكم فيها. وفي الأخير نقول لكم بصحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.